السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نور كويزين. مرحبا بكم في وصفة اليوم. وصفة اليوم ان شاء الله راح تكون لي فوطرونش بحبة بيض فقط. وصفة اقتصادية وسهلة وخاصة لاصحاب المشاريع، راح تعجبكم اكيد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. ونبداو ان شاء الله على بركة الله مع بعض الوصفة. هنا في ريسيبيون عندي حبة بيض تكون بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب من السكر، مبشور ليمون وملعقه صغيره من الفانيليا. في هذه الوصفه ما تحتاجوش للضرب الكهربائي، الخلط باليد فقط. هنا حتى يصبح الخليط اللون تاعه ابيض وذوب حبيبات السكر. نضيف نصف كوب من الزيت وكوب الى ربع من الحليب. تقدروا ديروا عصير برتقال او عصير طبيعي، قهوه ساخنه كما تحبوا. نواصل الخلط. نضيف 4 ملاعق كبيره من الكاكاو بني نوعيه جيده، نغربله باش ما يديرليش تكتلات في الكيكه. وصفة سهلة واقتصادية خاصة لأصحاب المشاريع. هنايا نضيف الدقيق الفرينة، نضيفها بالتدريج، ما كانش كمية محددة حتى توصلوا الخليط يكون قوام الخليط كما تاع الكيك. نغربل الفرينة ونضيف 15 غرام من الخميرة الكيميائية، يعني كيس ونصف. خلط كما راكم تلاحظوا. ما تضيفوش الفرينة على دفعة واحدة، بالتدريج حتى توصلوا القوام المناسب. كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام المناسب. نضيف ملعقة صغيرة من الخل، راح يعطيها طراوة وترتفع معكم الكيكة. هنا كنت سخنت الفرن مسبقا على 170 درجة. نفرغ الكيكة في مول القطر تاعها 25 في 25 سنتيمتر. تقدروا حتى ديروه في صينية اكبر، يعطيكم حبات اكبر يعطيكم حبات اكثر من لي طرونش. هنا نساوي سطح الخليط، وكما قلت لكم كنت سخنت الفرن مسبقا على 170 درجة. مدة الطهي تاعه من 25 حتى 30 دقيقة. هنا بعد ما طاب الكيك شوفوا خفيف وجا ما شاء الله. هنا مانيش بالحاجه انني نسقيه لان الكيكه خفيفه. نحضر الكريمه، درت كوبين بودره شونتي وكوب الا ربع من الحليب بارد ملعقه عفوا من الكاكاو. نخفق حتى نتحصل على كريمه متماسكه. كل ما زدتوا الحليب البارد تتماسك اكثر وتضاعف الحجم تاعها. تقدروا ديروا شوكولاته الطلي عوض الكاكاو. بعد ما طابت الكيكه خليتها بردت تماما. تقدروا تسقوها في هذه المرحله، انا ما سقيتهاش انها تجي خفيفه وطريه. فرغت هنايا كميه الكريمه، وزعتها على كامل الكيكه ونساوي السطح. كما قلت لكم تقدروا تنكل الكريمه باي نكهه حبيتوا. وصفه سهله وسريعه بحبه بيض فقط، وتجي توالم بزاف الناس اللي تحب دير مشاريع. بالنسبه للغاناش الشوكولا تاع التزيين، درت نصف كوب من الحليب في كسرونه، ضفت له ملعقه كبيره من بودره الشونتي حتى يغلي. نضيف له مبشور الشوكولاته كنت بشرتها حتى توصلوا القوام المناسب للغاناش. وزعتها هنايا فوق الكريمه. لازم الكريمه تخلوها تبرد جيدا، ما قلتها لكمش هذه الملاحظه، تخلوها تبرد ساعه. والغاناش لازم يكون ثاني بارد، لانه اذا كان ساخن يمتزج مع الكريمه. هنا بالنسبه لهذه الخطوه تاع التزيين خطوه اختياريه. درت ملعقه كبيره من الزيت وضفت لها ملعقه صغيره من الملمع الغذائي لون ابيض، ودرت زينت بفرشاة بهذا الشكل العشوائي. والتزيين نتوما احرار، تزيين اختياري.
وندخله هنا الثلاجة مدة ساعة حتى يتماسك شوية الكاناش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، وصفة اليوم وصفة سهلة وسريعة. نتمنى ان شاء الله تكون تعجبكم الوصفات اللي نقدمها، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم هكا كل جديد. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.